اتذكر كنت بالصف انجليزي، كان عندنا وحده من صديقاتي كانت مسفريها قبلي بيوم، اسمها ميسون، كانت كلش صديقتي بصفي بالرحله. المعلمه قالت شو ميسون غايبه، وحده لوخ كانت جوارينهم، قالت ست هي مسفره، هم كرديه كانت، سفروه. فاحنا كلنا انقهرنا، هواي تاذينا بهالموضوع. بعدين قالت لي المعلمه قومتني قالت كفاح انت كرديه؟ قلت لها اي يعني كرديه فيليه. قال زين اللي هسه ما جايين وراكم؟ قلت لها لا اللي هسه ما جايين، بس ما ادري اسفر يولا، صدق كان ما ادري يعني اسفر يولا. كملت المدرسه، رجعت للبيت شفت امي دا تبكي. هاي يوم قالت هسه خابرت ابوك دا يجي من الشغل. تعجبت، قلت له ليش؟ قالت جايين هاي ما ادري مختار المحله ما ادري منو، جايين دا يريدوا كاتبين علينا، قال تعالوا للجنسيه. هسه ليش ما ندري، بس قايل ماكو تسفيرات عليكم، بس تعالوا هناك، بس تعالوا كلكم الصبح الساعه 8 الصبح، تعالوا شوف شي يردوا من عندكم. علي عبد الحسين عنده شهاده يولا. بدلنا عادي ورحنا. عمي الله يرحمه اخذنا بالسياره، لان قلنا السياره وين نخليها مالت ابويا، فعمي قال اني اجي وراكم اخذكم. فاخذنا للجنسيه، افتكر كان اي للجنسيه. قال علي عبد الحسين انت عندك شهاده، مداركك انطيني، يعني مدارك مستمسكاتك راويني اياها. فراوالي قال لي لا انت كردي فيلي لازم تسفر. يا بدا عدل بدل، أنا لا ملابس للجهال، جهال 6 وكلهم الصغار. الكبير أخويا الكبير 14 15 سنة كان عمره الكبير، كلنا صغار. أخويا الصغير أصغر كل 3 سنين كان عمره. قال أنا لا جايب ملا ماكو. دزونا لهذا الجراج، ما أدري جراج سيارات كان. رحنا، هم كان باردة مطار. رحنا على كل، رحنا هناك شفنا الناس، الدنيا مقلوبة، كل أكراد قاعدين زعاطير كبار شياب. وحدة عمية كانت ويانا شايب، وحدة حامل كانت، وكلها مأساة وبكي. يعني كنت طفلة لا بس ما أدري، يعني حسيت كلش إحساس مو حلو، إحساس كل شيء اللي هي يعني أريد ما أدري شلون أوصف لك يعني فد إحساس كلش. هسه كل ما أتذكره قلبي ينقبض. فد إحساس بأنه إحنا ياخذونا بمكان كلش بعيد عن هالحياة اللي احنا قاعدين مدللين وبيتنا ووطننا وعايشين، وما ندل مكان لك، ما نعرف غير مكان.